هنا البصل حطيته، وراح ابدي احمس سويه زيت زيتون بهذا الشكل. بس يذبل عندي وياخذ لون ابدي اضيف كرات الكفته. تقدرون تسووها بالبيت او تشتروها جاهزه هذا الشكل، ونقلبها شويه لحد ما الكرات ايضا تاخذ لون حلو. هاي ملعقه من الاوريجانو، شويه نعطيهم طعم طيب، وملعقه من الكاري. نقلبهم شويه هيجي. اضيف ملعقه من معجون الطماطة، طبعا المقدار على حسب الكميه اللي انتم تسووها، واحمس المعجون وياهم حتى تطلع الريحه مالته. وهسه راح اضيف عليهم مقدار من المي على مود تصير عندنا الصلصه ثخينه، ونخليها على النار لحد ما تصير عندنا صلصه، يعني مو رأسا نحط المعكرونه. انا هسه ذوبت المعجون، راح انتظر الصلصه عندي تثخن وتغلي على النار زين. المعكرونه سلقتها وصفيتها وجاهزه، راح اضيف عليها الصلصه اللي سويناها بكرات اللحم بهذا الشكل. بسم الله. هسه راح اقلب الصلصه بالمعكرونه بهذا الشكل. طبعا انا شاعله النار لانه يحتاجون انه ينحطون على النار تقريبا ربع ساعه لحد ما المعكرونه والكرات الصلصه تتجانس ويا بعض وياخذون من طعم بعض. وصارت جاهزه عندي، راح اعوفها تقريبا ربع ساعه وارجع لها مره ثانيه. هلا 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 هلا